الفنانة بوسي هي واحدة من النجوم المصريين الكبار. ولدت عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت من كلية التجارة سنة 1977، وبدأت تدخل عالم الفن سنة 1961 وهي صغيرة لم تكمل عامها العاشر. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن بتقدم الفنانة أعمالا كبيرة وناجحة، ولها رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وهي من عائلة فنية كبيرة. زوجها النجم الكبير الراحل نور الشريف، وشقيقتها هي الفنانة المعتزلة نورة، ولديها ابنتان من الفنان نور الشريف هما سارة ومي، ويعملان في المجال الفني. أما عن حياتها مع الراحل نور الشريف فقد تزوجت منه سنة 72، ولكنهما تطلقا عام 2006 بسبب علاقة الراحل نور الشريف بممثلة شابة. وبعد انفصالهم لمدة 9 سنوات عادت الفنانة مرة أخرى للفنان نور الشريف سنة 2015 وحتى وفاته. نتابع معا أعمالها الفنية المصورة، ثم نعود لسرد قصة حياتها الفنية والشخصية. سنة 1961 فيلم عود يا أمي، فيلم الليالي الدافئة، فيلم هذا الرجل أحبه سنة 62. 63 فيلم نار في صدري، حياة عازب، زوجة من باريس 64، مسرحية لوكاندة الفردوس، فيلم بنت عنتر، طريد الفردوس 65. 67 الليالي الطويلة، شيء من الخوف 69، مسلسل ألف ليلة وليلة، فيلم أسرار البنات سنة 70، مسلسل سيداتي آنساتي، مسلسل العصابة 71، فيلم شباب في عاصفة، فيلم بلا رحمة، الخيط الرفيع، بيت من الرمال سنة 72، مسلسل القاهرة والناس، التمثيلية الغنائية نوارة سنة 73، مسرحية جوليو وروميت، فيلم السكرية، ليالي لن تعود 74، عريس الهنا، النصابين الخمسة، العمالقة، مسلسل الحواجز الزجاجية، فيلم ألو أنا القطة سنة 75، فيلم الضحايا، سيقام في الوحل 76، سنة أولى حب 77، فيلم قطة على نار، فيلم أنكل زيزو حبيبي، بدون زواج أفضل 78، 79 لعنة الزمن، 80 فتوة الجبل، حبيبي دائما، العاشقة، فتوات بولاء 81، دموع في ليلة الزفاف، مسلسل الحادث، مسلسل الحب في الخريف 82، ياما انت كريم يا رب 83، فيلم وحوش المينا، فيلم نهاية رجل تزوج، فيلم مرزوقة، الذئاب، مسلسل الحرملك، فيلم فتوة الناس الغلابة 84، مسلسل جواري بلا قيود، فيلم بحر الأوهام، النصابين، السطوح، الشيطان يغني، آخر الرجال المحترمين، فيلم صراع الأيام 85، فيلم النساء، النشالات الفاتنات، الزمار، الحكم آخر الجلسة، الأوغاد، الأستاذ يعرف أكثر، إعدام ميت، أشياء لا تباع مسلسل، استغاثة من العالم الآخر، نساء خلف القضبان 86، نأسف لهذا الخطأ، جذور في الهواء، بلاغ ضد امرأة، المحترفون، اللاعب والدمية، فيلم الزيارة الأخيرة 87، فيلم لعبة الكبار، فيلم حقد امرأة، فيلم زمن حاتم زهران، بنات حارتنا، النظرة الأخيرة، الملائكة لا تسكن الأرض، الكماشة، العملية 42، 88 فيلم باب النصر، مسلسل اللقاء الثاني،
مسلسل الجوازة دي مش لازم تتم. 89 مسرحية روحية اتخطفت. سنة 90 فيلم بلغ للرأي العام. ومسلسل أيام الحب والغضب. انتبهوا أيها الأزواج. مسلسل العزف على أوتار ممزقة. 91 فيلم شياطين المدينة وتصريح بالقتل. الحكم مؤجل. مسلسل ماما نور. 92 مسلسل ليلى زمانها جاية. فيلم لعبة الانتقام. مسرحية كنت فين يا علي. مسلسل زمن الحلم الضائع. مسلسل المنزل الخلفي. مسلسل الماضي وخريف العمر. فيلم كروانة. 93 مسلسل سر الغائب. 94 مسلسل رجال في العاصفة. مسلسل حتى لا يغيب القمر. مسلسل أيام المنيرة. 95 مسلسل هي والعاصفة. مسلسل رسالة خطرة. 96 مسلسل خالتي صفية والدير. فيلم الجنتل. مسلسل ضد التيار. 97 مسلسل المجهول. 98 ألف ليلة وليلة ذات الخال. مسلسل الجانب الآخر. 99 ألف ليلة وليلة ذات المال. 2001 فيلم لحظات حب. فيلم العاشقان. مسلسل جراح العمر. 2002 2004 مسلسل حرب الدخان. مسلسل أحلام هند الخشاب. مسلسل عفريت القرش. 2006 مسلسل الشيطان لا يعرف الحب. مسلسل نقطة نظام. 2007 مسلسل رمانة الميزان. 2008 2010 مسلسل أكتوبر الآخر. مسلسل سامحني يا زمن. مسلسل طير يا طيارة. 2012 مسلسل الخفافيش. مسلسل حالة عشقة. 2015 مسلسل قصر العشاق. 2017 2018 مسلسل بيت السرايف. 2019 مسلسل قيد عائلي. مسلسل البرنسيسة بيسا. الليالي الدافئة هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 1961 من بطولة النجم الكبير عماد حمدي، وشاركته الفنانة بوسي في البطولة، وشاركت أيضا الفنانة زارة العلا في هذا الفيلم، وهو إخراج إبراهيم المنياوي والكاتب صباح وإنتاج حسن رمزي. ثم شاركت الفنانة بوسي في فيلم قالوا أنا القطة عام 75، والفيلم إخراج منى الصاوي وإنتاج محمود خليفة وكتابة محمد إسماعيل رضوان. وشارك في البطولة زوجها نور الشريف وعادل إمام وسهير زكي ومحمود المليجي وصلاح نظمي، ولقى الفيلم نجاحا كبيرا. شاركت الفنانة عام 71 في فيلم يحمل كان اسمه بلا رحمة، وهو فيلم درامي، وبتدور قصة الفيلم حول السور رضوان في إصلاحية للشباب وبيعملهم بقسوة شديدة قبل أن تأتي الأخصائية الاجتماعية كريمة وتعامل الكل معاملة تربوية، مما يثير غضب السور رضوان، خاصة بسبب 3 سجناء هم عبد الفضيل وسمير ونبيل، والذين يخططون للهرب من الإصلاحية. وكان الفيلم بطولة مجموعة من الفنانين بوسي وفريد شوقي وسهير المرشدي وتوفيق الدين وهلا فاخر وشريف عبد الغفور. وشاركت بوسي أيضا عام 74 في فيلم العمالقة، اللي بتدور قصة الفيلم حول 3 أصدقاء بيتشاجروا ويدخلوا السجن، ويحاول كل واحد منهم أن يسلك طريقا جديا بعد الخروج من السجن. حمادة مصمم أزياء ناجح في عمله، وشلبي مندوب تأمين، وسليم بيسافر إلى الإسكندرية لكي يعمل في الميناء. وبتبدأ العصابة واللي بيرأسها إيزاك وباهر في مواجهة سليم من خلال رجل العصابات مرزوق. بتتولى الأحداث الفيلم بطولة مجموعة من الفنانين أحمد رمزي وناهد شريف ويوسف شعبان وسمير صبري وسيد زيان، والفيلم إخراج حسام الدين مصطفى ومخرج مساعد أحمد السبعوي، تأليف فيصل ندى. فيلم ليالي لن تعود والضحايا ودموع في ليلة الزفاف. شاركت الفنانة أيضا مع زوجها في فيلم ليالي لن تعود عام 1974، وهو فيلم درامي من إخراج تيسير عبود وجمال عمار وقصة محمد عثمان وأحمد عبد الوهاب. وشاركت معهم في الفيلم الفنانة ناهد شريف، وشاركت الفنانة في فيلم الضحايا واللي أنتج عام 75، وكان هذا الفيلم أيضا مع زوجها نور الشريف وإخراج حسام الدين مصطفى. وشاركت أيضا في فيلم دموع في ليلة الزفاف عام 81، إخراج سعد عرفة وشريف عرفة، بطولة بوسي وفريد شوقي. فيلم سنة أولى نصب وسقام في الوحل،
أنتج الفيلم عام 76، وبتدور قصة الفيلم عن محاولة محمود القيام بعملية اغتيال لوزير الداخلية، ولكن أثناء هروبه من الشرطة بيلتقي مع زوجة الوزير والتي تكره زوجها فتتوحد أهدافهم. الفيلم إخراج صلاح أبو سيف وحوار أحمد صالح. الفيلم بطولة نجلاء فتحي ومحمود عبد العزيز، وشاركت أيضا في فيلم سقام في الوحل عام 76. والفيلم بطولة مجموعة من الفنانين الكبار، وهم سهير رمزي وسمير صبري وبوسي ولبلبة وسمير غانم وعبد المنعم مدبولي ويونس شلبي وفريدة سيف الناصر. وفي عام 77 شاركت الفنانة في فيلم قطة على نار مع زوجها أيضا، وفيلم إخراج سمير سيف ومساعد المخرج عبد العزيز جاد. وشارك في هذا الفيلم الفنان فريد شوقي ومريم فخر الدين وليلى طاهر وإبراهيم خان. شاركت أيضا في فيلم لعنة الزمن عام 79 بطولة الفنان فريد شوقي وعادل أدهم وصلاح السعدني. وشاركت في فيلم العاشقة، وهو فيلم رومانسي بطولة عمر خورشيد ومصطفى فهمي ونيلي ونجوى فؤاد، وإخراج عاطف سالم، ومساعد المخرج عبد العزيز حامد، وإنتاج نادية حمزة، وكتابة رفيق الصبان. فيلم أنكل زيزو حبيبي وفتوة الناس الغلابة والزيارة الأخيرة. أصدر فيلم أنكل زيزو حبيبي عام 77، وهو فيلم خيالي كوميدي من إخراج نيازي مصطفى بطولة الفنان محمد صبحي وبوسي وغيرها من الأفلام والمسلسلات الكثيرة. نتمنى للفنانة بوسي طول العمر والصحة والعافية.